اديني سبب واحد ما يخلكش تشتري كوتشي ميرور باقل الاسعار. وعلشان تشتري دلوقتي كوتشي ميرور محتاج تبيع كليه من كليه. بس المكان ده عمل حاجه حلوه قوي، قال لك انا هعمل عروض بمناسبه العيد، وعلشان كده بيبيع باسعار صعب جدا تلاقيها في اي مكان تاني. ومش بس كده، ده كمان عنده مصر وفيتنامي وميرور. تعالوا بقى سريعا كده اعرفك على دوره. اللي عنده كوتشيات مصر من الدرجه الاولى، فيتنامي من الدرجه الاولى، ميرور اوريجينال. مش هقول لك بقى درجه اولى ودرجه ثانيه، انا عايزك تشوف في نفسك، وهقول لك العنوان في اخر الفيديو. بس تعالوا كده اشرح لكم عرض من اللي هو عامله. مبدئيا كده هتلاقي نيو كوليكشن من الرجالي والحريمي والاطفالي. ونيجي بقى للعروض، اي 2 مصري ب 1000 جنيه، واي 2 فيتنامي ب 1350. ونيجي بقى للكوتش اللي مهما اتكلمنا فيه سنين مش هنديله حقه، لان بمعنى صح اللي لابس ميرور او لابس اوريجينال عارف انا بتكلم في ايه، عارف اما تلبس كوتش يعيش معاك بالسنين. اهو ده بقى الميرور، وعاملين عرض على الميرور اي 2 ب 3300. وبالنسبه للميرور اللي عنده فهو اعلى تصنيع. والميزه في المكان ده ان هو كل اسبوع بينزل نيو كوليكشن، يعني كل الحاجات الجديده الترند هتلاقيها في المكان ده. وكمان لقينا عنده كوتشات كابلز، فجبنا 2 شبه بعض انا وهايدي. واللي اكتشفته ما كنتش اعرفه ان الميرور درجات، وفي ميرور تصنيع وفي ميرور جاي من بره مصر. انا كل اللي اقدر اقوله لك ان انت بجد لما تروح المكان ده هتدلع اخر دلع، وايا كان الماركه اللي بتدور عليها هتلاقيها في المكان ده. ده غير المصري اللي بقول لك الاثنين ب 1000 هتحسه كوبي بيست من الميرور بالظبط. وخلينا كده ماشيين بمقوله كل ما هو غالي ثمنه فيه، علشان كده انا جاي لك في المستقبل بقول لك ان انت لما تروح دوره هتدلع اخر دلع. وبالنسبه للمكان بتاعهم سهل وبسيط. بص بقى يا سيدي، من محطه جانيكليس على الترام هتلاقي فتح الله، والشارع ده اسمه صبري باشا متفرع من شارع ابو. هتخش من جنب فتح الله هتلاقي جيم قدامك اسمه جيم زمان، هتلاقي دوره تحتيه على طول. ولو عايز لوكيشن اكتب لي في الكومنتات كلمه تم وهبعته لك على طول.